أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: النادي الأهلي ردا على احتراف طاهر محمد طاهر، كولر أعلن تمسكه به. رد النادي الأهلي على إمكانية رحيل طاهر محمد طاهر في يناير بعد وصول عرض خارجي له في ظل إجادة اللاعب اللغة الفرنسية بطلاقة. رد النادي الأهلي وأكد على أن السويسري مارسيل كولر متمسك بتواجد طاهر محمد طاهر مع الفريق في الفترة الحالية ويرفض بشكل نهائي فكرة رحيله. وأكد الأهلي على أن الإدارة تتعامل مع اللعيبة بقرار من كولر، وكولر تمسك ببقاء طاهر لنهاية الموسم. خبرنا الثاني: شوبير محمد الشناوي محتاج قرصة ودن. قال شوبير محمد الشناوي محتاج قرصة ودن بعد الأخطاء التي يرتكبها في المباريات الأخيرة. الأخطاء التي ترتكب لا يمكن أن تحدث من حارس كبير، في بعض الأحيان يظهر عليه غياب التركيز للحظات. محمد الشناوي ارتكب خطأين فادحين في مباراة غزل المحلة، عليه الابتعاد عن الأخطاء خاصة وأن الجماهير لا تحتمل. خبرنا الثالث: حسام حسن على أعتاب العودة لسموحة في يناير. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على اقتراب حسام حسن من الرحيل عن الأهلي في يناير على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور أو لمدة موسم ونصف لنادي سموحة. خبرنا الرابع: محمد هاني يدرس الرحيل عن الأهلي في يناير. محمد هاني بيدرس الرحيل عن النادي الأهلي في يناير، خاصة وأنه وجد نفسه الآن رقم 3 في ترتيب الباك رايت. أكرم توفيق رقم 1، لو غاب هيكون بديله كريم فؤاد رقم 2، لو غاب هيكون محمد هاني هو رقم 3. عشان كده هاني بيفكر في الرحيل في يناير. خبرنا الخامس: تعرف على موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في الدوري. يلعب النادي الأهلي مباراته القادمة ضد فريق الاتحاد السكندري في الدوري. المباراة هتكون على استاد السلام يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 7 مساء.